السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وإن شاء الله هتعمليه وهيطلع معاكي ناجح من أول مرة. لو معاكي 5 كيلو دقيق هتعمليهم في وقت قياسي من سهولته وبساطته، والنتيجة فوق الممتاز. بس تابع الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله، وهاتي حاجة كده واسعة تعرفي تعجني فيها لو هتعملي 2 كيلو زي كده. انا جبت حلة واسعة وحطيت فيها 3 كوبايات من المية. الكوباية ساعة الكوباية بالميزان 200 ملي. دول 2 كيلو دقيق. هعمل لكل كيلو دقيق معلقتين من السكر، دول 4 معالق. هو مفهوش مقادير خالص. ودي معلقة صغيرة من الملح. وندوب بس السكر والملح كده الاول علشان السكر اللي معايا ده خشن، فندوبه الاول في الميه. هنا بعد ما اتاكدت الملح والسكر معايا داب، هنزل بقى بال2 كيلو دقيق. كنت هعجنه في الطبق ده بس لقيته ضيق كده ومش هعرف اتحكم فيه ولا هعرف اتملك في العجين كويس، فنوسعها على نفسنا كده ونجيب حاجه واسعه ونعجن فيها. غسلين ايدينا كويس ونعجن بقى بايدينا كويس كده، لان العجين عايز خدمة فيه كتير. يعني العجين بالذات بيحب الخدمة كتير فيه. لازم تملكي في العجين كويس وتعجني فيه. دي 5 كوباية انا بحط منها اهي، ولسه الدقيق باين معايا في العجين كده. انا حطيت 5 كوبايات، هجيب 6 كوباية. ان شاء الله هتعمليه وهيطلع معاكي فوق الممتاز بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس تابعي الفيديو للآخر. دي بقى 6 كوباية اهي. نحط المية بواحدة واحدة كده عشان العجين ما يتطرش منا. طيب لو المية كترت مني وعوزت احط دقيق تاني مفيش اي مشكلة، لان ده لا فيه لا زيت ولا زبدة ولا لبن ولا خميرة، لو اضطر منك فزودي شوية دقيق تاني مفيش اي مشكلة. هنا بقى قعدت عجنت فيه. بصي اعجني بديك الاتنين، يعني اعجني ولدتي فيه كويس وغرزي فيه كده بديكي لغاية ما يملط خالص معاكي من الحلة. وبصي هتلاقي الحلة نضيفة معاكي، او الحاجة اللي بتعجني فيها هتلاقيها نضفت معاكي بالشكل ده. عجينته مش بتبقى طرية زي المخبوزات التانية، يعني عجينته بتبقى حلوة متماسكة شوية. عجنته طبعا انا قعدت في الارض كده وبداية الاتنين كده واغرز فيه واعجن فيه كويس، لان العجين بالذات الفطير عايز خدمة حلوة فيه. 6 كوباية خدت منها، يعني فاض من 6 كوباية ربعها كده. هنا بقى بعد ما سبته غطيته وسبته نص ساعة، نجيب بقى نيجي على المكان اللي احنا هنفرد فيه الفطير، نديله مسحة كده من الزيت. لازم تسيبيه يريح شوية معاكي قد نص ساعة كده علشان الفطير ما يغلبكيش ويفرد معاكي على طول. هنا انا قسمت ال2 كيلو على 4 فطيرات، يعني كل فطيرة يعني حوالي نص كيلو كده. قسمتهم بالتساوي كده اهو، ظبطتهم بقى وخليت كل كرة قد التانية. ناخد واحدة قدامنا. دي بقى معايا الزبدة اللي هفرد بيها بدرجة حرارة المطبخ. زبدة لينة كده وطرية في ايدك، لازم تكون طرية، تكوني مطلعها من التلاجة قبلها بشوية علشان متغلبكيش وتفردي فيها كويس. هنا ما شاء الله العجينة مخدومة كويس في العجن، فهتفرد معاكي حلو قوي. اللي اتيها زي الاستك كده بتروح وتيجي معاكي، غطيها وسيبيها شوية كمان. شوفوا هنا الله اكبر. ولو اتقطعت منك مفيش اي مشكلة، كل ده هيتداوى وكل ده هيتدرج جوه العجين. هنا بقى بجيب الزبدة. شوفوا عشان الزبدة لينة معاكي ودرجة حرارة المطبخ هتلاقيها ماشية معاكي على العجين على طول. هنا انا فردت العجين على قد ما قدرت، يعني فردتها
على قد ما تقدري افرديها على المكان اللي انت عاملاها عليه، وفردت عليها الزبدة زي ما انتم شايفين. واجيب بقى السكينة قطعتها زي ما انتم شايفين كده، يعني العجينة زي المستطيل كده قدامي. شوفوا انا باخد من قدامي وبحط، واجيب من الجنب التاني عليها. ودهنة بسيطة خالص من الزبدة، اي نوع زبدة عندك. اظن الصورة موضحة كل حاجة. بجيب الجنب ده على الجنب ده كده. في اسهل من كده؟ والله ما في اسهل من كده. ولا هتقعدي طبقي، ولا تقولي هم يا عايزه اعمل فطير بس مكسله، ده شغلانته شغلانه. لا، هيطلع معاكي في الاخر مربع بالشكل ده كده. هتلميه جوه بعضيه اهو. انا مسرعه بس الفيديو عشان لقيته هيطول قوي، فايه سرعت المقطع ده. نجيب بقى الصينيه اللي هنفرد فيها، يفضل صينيه ألمونيا، وحط بقى فيها الفطيرة وسيبيها. هي مش هتفرد معاكي دلوقتي، لازم تسيبيها ترتاح شوية، ولازم تغطي وشها بكيس بلاستيك كده. نيجي اعمل معاكم واحدة تاني، لازم نفس المكان برضو ندهنه كده علشان ايه العجين ما يلزقش منك عليها. هنا العجينة بقى ما شاء الله ارتاحت معايا اكتر من الاولانية، فهتفرد معاكي حلو جدا، مش هتغلبك خالص. هنا بقى علشان ايه وانتي بتفرديها لو تنت منك كده او كده ما تلزقش ببعضيها، فاديها دهنة زيت خفيفة كده. شوفوا ما شاء الله العجينة، والله الله اكبر عليها. الحتت اللي اتنت دي اجي افردها ما تبقاش ملزقة خالص. فردتها برضو. ونيجي هنا برضو ندهنها دهنة خفيفة كده من الزبدة، ما تكتريش الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. نقطعها برضو نفس التقطيع الاولانية. نجيب من الجنب ده للجنب ده بس ما نوصلهمش لبعض. شوفوا ما شاء الله سهل جدا وبسيط، بس نتيجته بصراحة والله كل اللي كل منه بسم الله ما شاء الله شكر فيه. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. نلم بقى الفطيرة كده جوه بعضيها، وندهن الصينية اللي هنحطها فيها دهنة كده من الزبدة. لازم تسيبيها ترتاح شوية عشان تفرد معاكي على طول وما تغلبكيش. هنا دي اول واحدة عملتها، كنت شغلت بقى الفرن. لازم تشغلي الفرن الشواية والبلاطة مع بعضيهم على اعلى درجة لو في فرن البوتاجاز. شغليه قبلها ب10 دقايق. لازم الفرن يبقى سخن جدا جدا علشان الفطير بالذات اول ما يخش لازم يورق على طول. درجة الحرارة بتاع الفرن كل ما تكون عالية الفطير يطلع معاكي مورق. هنا انا بوريكم اهي وهي على الشبكة ما شاء الله. هنا نزلتها تحت وحطيت واحدة مكانها فوق. ده بسم الله ما شاء الله عليه. هنا بقى العسل معانا، جبنا عسل. عايزة تحطي عسل ابيض براحتك. ودي طحينة. الطحينة بتخفف العسل كده، ما بتخليهوش يعني ايه تقيل. بصراحة بتخلي طعمه حلو جدا. فحطينا الطحينة كده على العسل بالشكل ده. ونجيب بقى جبنة قديمة. الجبنة اللي معايا دي جبنة فلاحي، كانت محطوطة في المش يعني، فدايبة بصراحة وطعمها حلو جدا ومشطشطة كده وحاجة في منتهى الجمال زي الزبدة. هنا بقى الفطيرة لسه طالعة معايا اهي، بتطلع دخان. بصوا شوفوا الجمال والحلاوة بسم الله ما شاء الله.
انت عايزاها مقرمشه كده ما تغطيهاش، لو عايزاها تبقى طريه يبقى اول ما تطلع كده تغطيها. ومن تحت الارضيه بتاعتها واخده لون ذهبي برضو، وهي بتتكلم عن نفسها. ما شاء الله عليه، احلى من بتاع الافران بكتير. كفايه حاجه انت عاملاها في بيتك كده نظيفه وجميله، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. هنا بعد ما غطيته بقى شويه وهدي كده، بس كان لسه برضو سخن. ما شاء الله، شوفوا الفطيره، الله اكبر عليها، مورقه جدا جدا وخفيفه، مش تقيله مش مكتومه مش معجنه من جوه خالص. نحط بقى بتاع الجبنه ونحط العسل، نقلب بس الطحينه فيه كويس كده. واوريكم دلوقتي شوفوا الفطيره طريه قد ايه. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.